جماهير المغرب تتفاعل بشكل جميل ورهيب جدا، تتفاعل مع النشيد الوطني في قلب الاستاد خلال المباراة الودية مع النرويج. بما لفت انتباه الناس، المغاربة يصنعون الحدث في كأس العالم 2026 كما فعلوا في كأس العالم 2022 في النسخة السابقة في قطر. نفس الأجواء ونفس الكلام ونفس الكاميرات اللي بتجري وراهم تشوفهم في كأس العالم 2026. شوف الفيديو واستنى عشان في فيديوهات تانية. تفاعل جميل جدا، الصوت وكأنك بتلعب في المغرب. الجماهير المغربية راحت تساند فريقهم، والناس بتصور وتقول شوف الجمال وشوف الحلاوة. بل والامريكان نفسهم تفاعلوا مع الموضوع بشكل قال لك ايه ده، شوف امريكاني ماشي مع ابنه وقعد يصور يقول لك شوف في امريكا. صنعوا الحدث ويصنعون الحدث، ودي ميزه المغاربه، ودي ارجوكم ميزه حافظوا عليها. كما فعلوا في قطر، لم يكن البطوله فقط جوه الملعب. جيمس ولدي جه معاهم، في امريكان هيجوا مع المنتخب ننتظرهم هنا، هيجوا يصوروا الشتاء في مراكش. فعلوا صنعوا الحدث بشكل جميل جدا. شوف امريكاني ماشي هو وابنه بيقول ايه. We got Holland. We got Morocco. We're pumped. When you pumped? Yeah. فرحانين مع المنتخب لما جه الجول وبتاع وعملوا اللي عملوه ده. فالمغاربه يصنعون الحدث زي كوتيفوار كده 2023، زي ما صنعوا الحدث هنا في المغرب في 25، زي ما صنعوا الحدث في كأس العالم 2022. وكانت دي البدايه التي ادرك منها المغاربه والجمهور المغربي ان الاسود مش جوه الملعب بس. ودي اول ظاهره كنت اتكلمت عنها وقتها في 2022. الاسود مش جوه الملعب بس، لا وبره الملعب. الاسود مش جوه الملعب بس وبره الملعب. فصنعوا الحدث مع النشيد مع بره بقى. ده في لسه اوريك فيديوهات، ودي انا هتابعها لاني بحب جدا. ارجوكم حافظوا على ده. الجماهير المغربيه في كوتيفوار كانوا بيشيلوهم على الكتاف، كانوا بيدوروا عليهم يجي في الاستوديوهات يستضيفوهم. كانوا الشعب الايفواري لدرجه ان لما كوتيفوار خدت البطوله في الاخر، خدت الكاس، رفعت علم المغرب مع ان المغرب خرج من البطوله. رفعوا رايه المغرب في النهائي. في قطر كانوا بيمشوا بعد ما مشي الجمهور المغربي يصوروا الاماكن كلها مشتغله، ويقول لك والله خوتوا علينا البلد فضيت. الجمهور المغربي يصنع الحدث. الجمهور الاسود جوه المستطيل ان شاء الله يعملوا شيء مبهج كما العاده وافضل وانتصار اكبر باذن الله. ونتمنى الكاس مغربي. جوه الملعب بيعملوا شغل كويس جدا، وبعيدا عن القاره الكحله، لان القاره الكحله زي ما شفتوا ازدواجيه المعايير اللي بدا الكل يتكلم عنها مع السنغال اللي راحت ما لقتش حد يستقبلهم وقعدوا في المطار على الارض. ها، وما طلعش بيان ولا استنكر ولا يقدر. طوموبيله واحده، اصطفات واحده للشرطه ماشيه قدامهم، مفيش امن. هنا في المغرب كانوا شايلينهم يهزوهم، نعس نعس يا مومو انعس. ورغم ذلك هم وغيرهم يعني بقله ادب ووقاحه وصفاقه. دلوقتي ما قالوش في امريكا الكلام ده، بالعكس، وغيره 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 وغيره. انما المغاربه داخل في فيديو هعمل لكم بيه فيديو تاني، لان احنا بقى انا مهتم جدا بالجمهور ايضا. لان ربح البطوله زي ما السنغال بين قوسين يعني ربحت بطوله كاس افريقيا بعار، وفي الاخر اتسحب منها بالعار. العار لا يصنع بطوله بل بالاخلاق. تعلم من المغاربه، يعني المغاربه بيربحوا بالكوره وبالمهاره وبالاخلاق. تعلم منهم. الجزائر بزعطات جماهيرها دي لو خدت كاس العالم ده، لو فرضنا يعني خدت كاس العالم، والله ما يحسوا له بطعم ولا الناس تحس، بالعكس هيتشمتوا يقول لك المزبله. انما لو المغرب الناس كلها هتفرح زي ما شفنا في كاس العالم 2022. الناس بتفرح لهم. ليه؟ لانه بيقدم دور داخل الملعب وخارج الملعب. الاسود مع امهاتهم مع اسرهم مع اللعب باحترافيه واللعب بكرامه واللعب بحرفيه جوه الملعب. والجمهور بره كان عامل حاله. والجمهور في فيديوهات
عروسه معديه امريكيه ومعديين المغاربه شافوا عروسه دخلوا الصلاه والسلام واداها والله ما خلاها. والله العظيم وقفوا يقولوا لها اداها والله ما خلاها. والناس يضحكوا وصوروا الفيديو ونشروه. ناس مغاربه تانيين ماشيين لقوا اوتوموبيله بمترك سيدي قاسم 60. قال لك ايه ده سيدي قاسم؟ والله لا اوتوموبيل عليها الماتريكال بتاع الترقيم 60,000 مش عارف كام. 60 دي سيدي قاسم. قال له ايه ده سيدي قاسم اهي جنب مكناس كده قريبه من مكناس. تخيل. ده يهمني لان ده اللي مخلي الناس ده جيمس ولدي البريطاني اللي جه مع الفريق جه بسبب دول، بسبب المغاربه والجمهور المغربي والتشجيع المغربي ويهزوه. في قطر دري تاه برحوا له. هزوه على كتافهم وقعدوا يبرحوا. يا دري تايه مين مول هذا مين مول. وفي المغرب هنا في افريقيا وفي كوت ديفوار 23 كتير من المؤثرين ومن الجمهور المغربي راح لجمعيات خيريه وعمل حاجات حلوه في الوقت اللي شفنا فيه صوفيا بالمان واقفه تمسح عمصها وتقول يا حسره. رايح تشمت في بلاد الناس. يا عم انت احسن يا عم. عمر امريكاني جه الجزائر قال يا حسره الجزائر احسن من امريكا؟ ما حدش بيعمل كده. مش رايح بلاد الناس عشان اغذي ذاتي الناقصه اقول الحمد لله بلدي احسن خالص. على فكره ماليش دعوه احسن ولا اوحش. ما بقارنش اساسا دعوه مش في دماغي. لان ده حاجه وده حاجه كل واحد له خصوصيته. زي انا كل ما هقابل واحد اسلم عليه اقول الحمد لله انا احسن منه. ده الجزائري بس اللي بيعمل كده في الكون كله. انا مالي بغيري انا احسن انا مع راسي احسن من راسي. انا مالي ومال غيري. دي راحت كوتيفوار يلا وصلت بقالها ساعات نامت صحيت لسه بعمصها بتمسح عمصها اقسم بالله وتقول يا حصر. كان المفروض نبقى بين اسبانيا والبرتغال مفيش اسبوع طلعت اسبانيا والبرتغال عن بكره ابيها مظاهرات يقولوا طردوا الجزائريين الخريانه فوقيه. اقسم بالله العظيم. تقول ماسكه دي الكلب ضربت النداء اياه. اما المغاربه لا صانعين الحدث وده مهم على فكره. والمغاربه انا لاني اعرفهم شعب. انا اعرف الشعب. اقول لك يصنعوا الحدث لان دي اخلاقهم. في اوروبا في اي مكان بيلعبوا يطلعوا حتى اذا احتفلوا في الشارع يبقى ببهجه وتلاقي البوليس بيشارك معاهم وبيشطح معاهم زي ما كان مؤخرا في فرنسا وفي غيره. البوليس يطلع يرقص معاه. ليه؟ بادب لا بيكسروا ولا فرنسا انحرجوا ويلاقوا قرود طالعه على الشجر. فاكرين؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ده فازوا هنا في مباراه في كاس افريقيا في فرنسا طلعوا الشجر والله كان ايام شجر عيد الميلاد ده طلعوا عليه. قال لك والاعلام الفرنسي طلع قال ناري طب ما عملتوش كده في المغرب ليه؟ قال لك لا الحموش عنده ذروات. فاكرين ونشرنا ده. لذلك بقول لك ان المساله مساله المغاربه خارج الملعب زي المغاربه داخل الملعب. الكل ملفت للانتباه والكل المغاربه بيحترموهم وده هتشوف امريكان هيجوا الاسود والله لا يجيبوا معاهم شويه امريكان لا شيء. احنا كاس العالم 22 جيمس وميشا ومجموعه هنا ايه قاعده تصور الشتاء في مراكش وبقى مسلم. انا مسلم جيمس ولدي جيمس يا ولدي انا راضي عنك بس انا ما بقتش اشوفك ليه يا جيمس يا ولدي. انت رحت فين من بعد العمره؟ الايمان دخل قلبك. انت فين يا ولدي؟ ما رحتش امريكا ليه؟ ادي يا سيدي. بس فخالقين البهجه اهي ولسه ما بديناش. وانا كما قلت لكم مهتم بالاسود خارج المستطيل لان المغاربه اخلاقهم حلوه وطيبين والناس بتحبهم ويلقطوا الكاميرات لانهم بيتعاملوا بفطريتهم لا يصطنعوا. هم مؤدبين. بقول لك عروسه معديه ضربوا لها زاروته واداها والله ما خلاها. لا تخرج من الفيديو قبل ان تقول عمار يا مغرب ودعوه كده للاسود يجيبوا الكاس ان شاء الله. دي الحكايه. اشوفكم على خير.